اول حاجة معايا بصلاية بتقطعيها شرائح او مكعبات كده، وبعدين معانا 5 فصوص توم متقطعين شرائح، وعندي معلقة ملح، وعندي نص معلقة فلفل اسود، وعندي رشة 7 بهارات، وعندي مكعب مرق. وهنبدأ ان احنا نعمل كده في البصل لحد ما البصل يبدأ ينزل المية بتاعته. وبعد بقى ما وصلنا للمرحلة دي، انا عايزة اقول لكم ان دي طريقة صينية البطاطس بتاعت امي. نيجي بقى هنا ايه، هناخد البطاطس مقطعينها شرائح كده، وبعدين بنقلب البطاطس في البصل بالتتبيلة اللي فيه. عايزة اقول لكم ان الطريقة دي بتودي صينية البطاطس في عالم تاني خالص، بتخليها طعمها مميز جدا. وبعدين هنسيب بقى البطاطس بعد ما حطيناها مع البصل والتوابل، هنسيبها لمدة 10 دقايق، وبعدين نرجع نكمل وصفتنا. وبعدين بننزل بصلصة الطماطم الفريش. انا هنا صفيتها وحطيت عليها 1 فلفل حار، عشان انا مش بحب الفلفل. انتي ممكن تقطعي الفلفل كده ايه شرائح مع البصل وانتي بتتبليه، لكن انا مش بحب الفلفل يطهي، فعشان كده انا حطيته في الطماطم، وبعدين صفيتهم وحطيناهم على البطاطس. وبعدين بقى نقلب كده، وبعدين بنحطها على عين البوتاجاز. وبعدين اخر حاجة هننزل بأقل من ربع كوباية زيت، ونديها بقى تقليبة كده كمان، ونسيبها بقى ايه تغلي غلوتين على النار، وبعدين هندخلها الفرن. بعد ما غليت بقى كده بعد 10 دقايق هندخلها الفرن. بقى صينية البطاطس كده خلصت، شايفين شكلها عامل ازاي، تجنن. بسم الله. زي ما انتوا شايفين، بصوا البطاطس عاملة ازاي، تجنن. قدمنا جنبيها رز طبعا وفراخ. بكده تكون خلصت وصفتنا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، ولسه مشتركش في القناة اعمل لي سبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.